السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا من جديد متابعي قناة سافر مع فاطمة. قناة سافر مع فاطمة قناة السياحة والسفر اللي كتعرفكم بالأماكن السياحية والمرافق السياحية، كذلك الفنادق والمطاعم وكل ما له علاقة بالسفر والسياحة. لكن سفرنا اليوم مختلف، ما غادي نعرفكم على اوتيل، ما غنعرفكم على مكان سياحي، انما غتشوفوا معايا الطريق اللي غندوز فيها. حتى هو راه الطريق راه رائعه ومنظر جميل. الفيديو ديال اليوم غتسافروا معايا باش نشوف صديقات واخوات عزاز على قلبي بزاف تعرفنا في اليوتيوب، جمعنا اليوتيوب حتى هما عندهم قناه، وهذا هو موضوع الفيديو ديال اليوم. وعدتهم انني نهار نمشي لاقليمتين غير غادي نزورهم. فاش دوزت الكونجي ديالي في مضايق دادس لي غورج دادس، راه شاركت معكم دي فيديو بزاف من هاد المناطق اللي كنت فيهم، غتلقاو الروابط ديالهم في صندوق الوصف. مشيت نزور هاد الاخوات، كان تواصل بيني وبينهم. انا فين كاينه في الانطلاقه ديالي كانت في اوبرج ايمينتاريا اللي كنت نازله فيه. مرورا في هذا الطريق يعني لي غورج ديال دادس كما كتشوفوا معايا، هاد الواد اللي فيه الماء وهاد الجبال، هاد المنظر الخلاب برفقه السي حسن الغازي اللي شكرته في كاع لي فيديو اللي فايتين ديال دادس، حيت هو اللي كيمشي معايا لاي بلاصه كنشكرو بزاف. مشينا انا والوالد ديالو السي الحاج الله يطول في عمره، والاخت ديالو زهراء اللي كنحييها عبر هذا الفيديو، حيت هما عارفين المنطقه. ملي تواصلنا مع الاخت زينب اللي غنشارك معكم الزياره ديالها اليوم لهاد الاخوات اللي غنشارك معكم موضوع ديال هذا الفيديو. تواصلنا معهم ونعتت لينا فين. فعلا السي حسن الغازي هو اللي عارف المنطقه. مشينا في اتجاه قياده امس مرير، بالضبط دوار مرغاد اللي ساكنين فيه هاد الاخوات. قياده مسمرير اللي كاينه في الطريق اللي غور جداد، كدوزو من من منعرجه لي صدرين اللي كنت شاركت معكم ديك الطريق الواعره والجميله، المنظر ديالها جميل. مرورا بمضايق دادز، عاد كتوصلوا لقيادات مسمرير. قبل ما نكملوا طريقنا لقيادة مسمرير، لقيت الناس هنا واقفين كيتصوروا. ملي سولت قالوا لي راه كاين هذا المنظر هذا اللي كيبان على شكل سلحفات. وهبطت انا قلت بلاتي نصوروا المتابعين ديالي باش يشوفوا، حيت السياح ملي كيدوزوا من هذا الطريق تياخذوا تصويرات. سبحان الله، شوفوا هذا المنظر هذا، شوفوا واش بصح نيت كيشبه السلحفات. انا فاش وقفت في هذه الجهه جاني بحال السلحفات فعلا، لكن ملي طلعنا للفوق كنشوف ثاني من الفوق كيبان لي بحال الشكل ديال التمساح. انتم ردوا عليا في التعليقات واش كيشبه السلحفات ولا لا. هنا كملنا الطريق ديالنا في هاد المنظر الرائع اللي تمنيت لكم تشوفوه وتزوروه ان شاء الله. هاد الطريق كلها مناظر، انطلاقا من لي غورج دادس في اتجاه قيادة مسمرير، بالضبط دوار ايت مرغاد عند الاخوات زينب والسعدية وزهراء اوكسي. هاد الاخوات اللي قلت لكم تعرفت معهم يعني في اليوتيوب، وعندهم قناه في يوتيوب، وهما من ذوي الاحتياجات الخاصه. عليها بغيتكم هذا الفيديو تشوفوه من الاول حتى الاخر، وبغيتكم تبارطاجيوه في الصفحه ديالكم في الفيسبوك، تبارطاجيوه في لي جروب اللي نتوما فيه. هاد القنوات اللي خصنا ندعموهم، هاد القنوات اللي خصنا نتابوناو عندهم، هاد القنوات اللي خصنا نديوهم المشاهدات ديالنا، ما خسرنا والو. يعني ندخلوا القناه كنديروا ابوني، كنشاهدوا الفيديو من الاول حتى الاخر، كتكون ساعدتي هاد الاخوات هادو كما قلت لكم من ذوي الاحتياجات الخاصه. هادو اللي كيستاهلوا الطوندونس، هادو اللي كيستاهلوا اننا ندعموهم، هادو اللي كيشاركوا معنا الروتين اليومي الحقيقي، ماشي الروتين اليومي اللي كنحشموا اننا ننطقوا حتى هذا الاسم هذا. ثلاث اخوات من ذوي الاحتياجات الخاصه داروا هذه القناه، وكيتمنوا انها تنجح ليهم باش يكون فيها واحد الربح، باش يهزوا مسؤوليه وهازينها. واخا هما في من ذوي الاحتياجات الخاصه ما شاء الله عليهم تبارك الله عليهم، كيشاركوا معنا يعني وصفات الطبخ، كيشمعوا اي حاجه، يعني الروتين ديالهم في الحياه اليوميه ديالهم. عليها بغيت نشارك معكم القناه ديالهم اللي هي زينب والسعديه اوكسي. في الاخر غادي نخلي لكم الرابط ديال القناه، يعني غنخليه في صندوق الوصف وغنخليه في اول تعليق، وبغيتكم كلكم ندخلوا عندهم يعني فضلا وليس امرا، وبغيتكم هذه القناه هذه تدعموها، جزاكم الله خيرا. يعني كما كتلاحظوا معايا هذه هي الطريق اللي شدينا من مضايق دادس في اتجاه دوار ايت مرغاد قياده مسمرير
إقليم تنغير، عند الأخوات زينب والسعدية وزهراء أوكسي. اللي قلت لكم القناة على اليوتيوب ديالهم على هذا الاسم هذا، والصفحة ديالهم كذلك الفيسبوك نفس الاسم ديال القناة، زينب السعدية أوكسي. بالنسبة اللي بغى يتواصل معهم غيدخل عندهم القناة أو يدخل الصفحة ديالهم في الفيسبوك وتماك غادي يتواصل معهم. هذا هو دوار أيت مرغاد. أخيرا وصلت عند صديقات وأخوات عزاز عليا بزاف، ووعدتهم أنني نزورهم، وصل اليوم الذي سألتقي بكن يا عزيزات يا غاليات. كنا تلاقينا غير في اليوتيوب وصدقنا تلاقينا في الواقع. هذه هي الأخت زينب أوكسي، سعدية أوكسي وزهراء أوكسي. لك الكلمة أختي الغالية زينب. السلام عليكم المتتبعين ديال قناة سافر مع فاطمة، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وكنتمنى يلقاكم الفيديو ديال اختي فاطمة في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال فاطمة. المهم مرحبا بكم عندنا في قناة زينب وسعدية أوكسية، أحلى متتبعين ديال اختي فاطمة. وكنقول لاختي فاطمة الله يرحم لك الوالدين، الله يجازيك بخير. الاخت فاطمة جات من تارودانت مسكينة وجات لعندنا، الله يجازيها بخير، الله يكثر خيرها، والله يخلي ليها صحيحتها، والله يرحم ليها الوالدين. وما تنساوناش المتتبعين ديال اختي فاطمة تزوروا قناة زينب وسعدية أوكسي. مرحبا بكم وألف مرحبا. اللي جاونا عند اختي فاطمة كنقول لهم مرحبا بكم، كنتمنى تعجبكم القناة ديالنا وبسلام عليكم. هذه هي القناة ديالهم زينب والسعدية أوكسي. فضلا وليس أمرا، بغيتكم كلكم تدخلوا تابوناو عندهم، تشاهدوا دي فيديو ديالهم، تخليو لهم تعليق يكون زوين، تبارطاجيو القناة ديالهم. الله يجازيكم كل خير. نخليكم في أمان الله إلى جديد آخر على قناة سافر مع فاطمة.